حقرونا المراركة، حقرونا من الحقرة، حقرونا المراركة، حقرونا. كلمتنا تاع الدارجة، حقرونا يا إخواني، حقرونا. لا ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الأوراق، ما ننساش باش انت ما توقفش وتقول حقرونا. لا، ربما قالها رئيس الدولة حين ذاك في اندفاع قوية، قال حقرونا حقرونا حقرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني الأعزاء، أرحب بكم مجددا على قناة لوما تيفي في حلقة جديدة متعلقة بالشأن المغاربي المشترك. هناك طبعا غادي نخلط شوية ما بين العربية الدارجة كي يفهموني الإخوان هذا المواطنين، وكذلك العربية الفصحى بعض المقاطع الأخرى، يعني ما كيمنعش. المهم أنا بهذه الطريقة غادي يكون مفهوم، كندير مجهود. الإخوان الجزائريين حتى الآن على المستوى الرسمي وأحيانا على المستوى الشعبي، ولكن غالبا المستوى الرسمي واحد الأسطوانة كيعاودوا فيها ويعاودوا طول الوقت، وهي حقرونا المراركة، حقرونا من الحقرة، حقرونا المراركة، حقرونا. هذه تقالت بمناسبة حرب الحدود اللي كانت في أكتوبر 1963. أسباب النزول، طبعا أنا الهدف من هذه الحلقة هذه، أنا عندي حلقة ماشي حلقة، قناة ماشي تجارية وإنما قناة تنويرية توعوية. الهدف منها أنه إحنا في هذه المنطقة من شمال أفريقيا كيخصنا مع هاد الإخوان الأشقاء اللي حنا وياهم خلقينا بحال شي مولود سيامي لاصق من الراس حتى للرجلين، يا نعيشوا كاملين يا نموتوا كاملين، يعني أي عملية الفصل غير ممكنة. بلغنا الله واحد القيادة سفيهة عندهم، غير مسؤولة، متهورة. حنا كنتوجهوا لهذا الجانب هذا، لهاد الناس هادو، لأن كما حنايا مبلين بهاد الناس المتهورين السفهاء، كذلك الشعب الجزائري مبلي بهم، متسلط على رقابهم، وأنه بعد المليون وجد له هذاك النص مليون آخر كيقولوا في التراث الجزائري المجيدة مليون ونص. بعده لما جاو يحركوا رؤوسهم 1992 زادوا طحنوا فيهم 4 مليون جزائري، فيهم حوالي 30,000 مختفي إلى يومنا هذا. بها باش داروا واحد النوع ديال المصالحة مع مجيء واحد الشفار جابوه من الإمارات سميتو عبد العزيز بوتفليقة، بعد اتهامه بسرقة المال العام ونشر الحكم الجريدة الرسمية الجزائرية. داروا مع اتفاق عصابة ديال نزار، خالد نزار ومحمد مدين توفيق والعماري وآخرين. هاد العبارة ديال حقرونا المراركة، حقرونا، هي اللغة ديال هاد الناس هادو، وطبعا عندها أهداف إلى يومنا هذا، هو توتير الأجواء ما بين الشعبين والدولتين، لأنك التوتير وإشاعة جو الكراهية والعداء. الهدف ديالو وهو الاستمرار في نهب المال العام الجزائري، إن أفضل طريقة لقاوها هاد الناس هادو، هاد لاميفي، هاد النوع ديال الديدان الداخلية في الأمعاء وفي المعدة الجزائرية، وهو أنه بالتلويح بالمراركة وخطر المراركة هي أحسن طريقة ديال سرقة المال العام وبقاؤه في الحكم خلف يافطة مدنية، قد يكون تبون، قد يكون وصالح، قد يكون عبد الملك إلى آخره، وقد يكون
يعني الآخرين من المدنيين معروفين. لذلك هذا التلويح بهذا سميتو هدفه، لأن أفضل طريقة لسرقة المال العام هي شراءات الأسلحة. والأسلحة كما تعرفون كي يتعذر على البرلماني هذا إلى المجلس الوطني الشعبي غيتحرك، مع أنه راه مشلول لا دور له في الحياة السياسية الوطنية، وراه بومدين وقفوا بعدا، وقفوا في انقلابه 19 يوليو 65 وقفوا حتى بقى يمشي في حالاته بحوالي سنة، يعني 13 عام خدام بلا برلمان وبدون حكومة وبدون مجلس قيادة الثورة الأولاني. دار هو حركة تصحيحية فيها 26 من صحابه إلى آخره. هاد البرلمانيين ديال الجزائر ما كيعرفوش شحال كيتقام الدبابة ديال تي 54 والتي 72 والآي ام اكس والسانتوريون البريطانية والشيفتين، ما عارفينش. وشحال كتقام الكلاشينكوف بجملة، شحال كتقام الكلاشينكوف والفال والام 16 والبيريتا الإيطالية وغيرها، ما كيعرفوش الأثمان. وما كيعرفوش كذلك شحال كتقام الغواصة والطائرات ميغ 29 وميغ 30 وغيرها وميغ 57 وغيرها من الطائرات. فيفوترون المبالغ التي يشاءون بها، والمبالغ كتقسم على جوج طرف، طبعا باسم الخزينة العامة، والطرف كيقسموا بيناتهم. هذا هو الطريقة باش كيخدموا هاد الناس هادو. الآن باسم المراركة والمروك، وهذه المروك حقرونا، الآن راه شراو 8 ديال الغواصات، طبعا مازوت ماشي نووية ديال المازوت، ولكن شراوها بأثمنة خيالية 8. والمغرب يلاه موصي على جوج، في حين أن اللي يحتاج الغواصات أكثر هو المغرب. حنا عندنا 3000 كيلومتر على الشواطئ، على شاطئين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. هما عندهم حوالي أقل من 900 كيلومتر على الشاطئ الشمالي المتوسط. راه حتى وجبدوه جيولوجيا وجغرافيا، قال لك لا عندنا 1062 لا 10000. وهاد الغواصات 8 لا شريتوهم، البحرية المواجهة البحرية الفرنسية الإسبانية الإيطالية المجاورة الأمريكية، المراركة المروك، حنا ما عندنا حتى غواصة. أضيف إلى ذلك أن ميزانية الدفاع هذا العام هذا اللي غادي يسالي 2024 عن الجزائريين 22 مليار دولار للدفاع، وحنا عندنا في المغرب ما عندنا حتى النص ديال المبلغ هذا اللي كيدوز مجلس النواب وفقا للدستور والقانون. تقريبا أقل من 10 ديال المليار ديال الدولار هما عندهم هذا العام هذا اللي غادي يسالي 22 مليار دولار. لماذا؟ راه الجيش تقريبا متقارب، الجيش المغربي والجيش الجزائري غالبا متقارب في الأعداد، أعداد المشاة، أعداد ديال المدرعات، ديال مدفعية الميدان، ديال البحرية، ديال الطيران، تقريبا أرقام متقاربة. قد تكون هناك تفاوتات 2% 3% زايد أو نقص لهذا الجهة وديك الجهة، ولكن ماشي 100%، ماشي 100%. إلا ميزانيتنا حنا فيها 10 مليار ديال الدولار تدير 22 مليار دولار، إذا كاين النص ديال السرقة، راه باين الشغل تما، باين السرقة. هذه عندها جذور ديالها. حقرونا المراركة، حقرونا اللي الآن غادي نخصو لها هذه الحلقة ديال حاسة بيضاء ديال 63 ومازال كيعيشوا بها. وطبعا نعطيكم نموذج ديال العلاقات الفرنسية الألمانية. الدولتان أضاعتا من قوتهما البشرية، ملايين ديال البشر ماتوا في حروب عبثية فيما بينهما، أعداد وافرة ديال القتلى، ولكن في الأخير حكموا العقل ولجأوا إلى اتحاد
سوق البنية المشتركة اللي بدأوها باتحاد الفحم والصلب، من بعد طوروها تدريجيا وهي غادية. الآن كاين بناء أوروبي فيه الفيزا الموحدة، فيه البرلمان الموحد، وفي سياسة مشتركة موحدة على الصعيد الدولي. وحنا عندنا هنايا كتشوفوا في شمال افريقيا عندنا حوالي 120 مليون نسمة، بغاو يقسموها لنا في قال لك تقيل المصير. كل 30,000 40,000 ديال الرحال ديال المواطنين الرحال يديروا دويله ديالهم. راه اسبانيا وفرنسا، راه يا ربي فرنسا والمانيا باش يستطيعوا يحطوا الاساس ديال البناء او الصرح الاوروبي القوي، لان راه تقريبا ما بقى خصو رئيس دوله واحد، كاع الوحدات ديال بناء الدوله عليه توحدات. راه وصلوا لمستوى انه الكراهيه ما بين الشعبين اجتثوها، يعني استأصلوها. واصبح هناك برنامج مدرسي موحد على الضفتين المانيا وفرنسا لاستئصال جذور الاحتراب والعداء والكراهيه ما بين الشعبين. راه ماشي غير جاو وطلعت المجموعه الاوروبيه المشتركه، جات لانه مشاو لها الجذور ديالها الاقتصاديه والتربويه. داروا برنامج مدرسي موحد لتدريس ماذا وقع في المعركه الفلانيه والمعركه الفلانيه وعلاش وقعت المعركه الفلانيه، وبينوا الادوار ديال الراسمال اللي كان كيلعب الشعوب الاوروبيه، لان معظم الحروب اللي كانت في اوروبا معظمها دوافع ديال الاستعمار ودوافع ديال السيطره وتقاسم الارباح. ولكن الشعوب العمال والفلاحون والطلبه وغيرهم الفئات الكادحه لا دخل لها في هذه المسائل. فلذلك على الواجهه الالمانيه الفرنسيه استطاعوا يعالجوا هذا المصدر ديال الاحتراب والعداء والكراهيه ما بين الشعبين عبر تشبيب او بناء اجيال جديده. داروا برنامج مدرسي موحد والتفتوا الى مراكز الدراسات والجامعات وطالبوها بوضع يعني تاريخ اوروبي موحد خالي من الفراغات ديال الكراهيه والحقد، بمعنى خاليه من التوثيق القطري الضيق اللي كيستهدف تسفيه الاخرين. ولذلك احنا الان هاد المنطقه ديال هاد القضيه الحلقه ديال حقرونا مراكا حقرونا، الجزائر الان فيها 66 جامعه. راه كيصيفطوا لنا الناس لهنايا كنعاونوهم في رسائل الدكتوراه ديالهم هاد 66 جامعه، وما من مره عطاونا نسخه من داكشي اللي عاوناهم فيه بعد مناقشه البحوث. وعلى الاقل اضعاف الايمان يديروا لنا لجنه ديال تقصي الحقائق حول حاسبيضه. ماذا حدث نهار 8 اكتوبر 63؟ ماذا حدث؟ ولنتابع حديثنا عن حرب الحدود التي ابتدأت بحاسبيضه في 8 اكتوبر 1963. منين جات؟ طبيعة الحال المغرب من البداية من القرون وهو داعم لجواره الجزائري، ودات تجربة بعدا ديال الدعم ديال العميل عبد القادر الجزائري من طرف مولاي عبد الرحمن، واللي تسبب لنا فيها أنه خدنا حرب ما كناش مستواها ضد فرنسا، وتهرسنا فيها في معركة إسلي في 1844. نتجت عنا اتفاقية ظالمة، جوج الاتفاقيات ديال طنجة وديال اللمغنية، وتمهيدا لوقوعنا في الحماية في 1912 ديال 30 مارس 1912. اللي بغيت نوصل له هو أنه المغرب المستقل ما تخلاش عن الجزائر، وكان في طليعة أولويات سياسته داخل المغرب وخارجه وحتى في الأمم المتحدة.
وأنه واحد الوقت جات حية صغيرة شوشت على الجو، اللي هي اختطاف طائرة الزعماء الخمسة اللي كانوا غاديين رفقة طائرة أخرى تقل محمد الخامس إلى تونس، تلبية لدعوة من الرئيس التونسي حبيب بورقيبة للتباحث في الشأن الجزائري. ولكن طبعا الثورة استمرت رغم الزج ب5 من قادة الثورة في السجون ما بين أكتوبر 1956 لغاية 19 مارس 1962، إلا أن الثورة استمرت. ولما جات الفترة ديال أنه إطلاق سراح هذوك الناس، تشرطوا عليهم يكون الوصول للجزائر عبر المغرب، فالمغرب رحب واستقبل الزعماء الخمسة بالإضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة بن يوسف بن خدة، حيث تقرر على أنه جيش الحدود اللي كان متموضع الحدود ما بين المغرب والجزائر، منطقة ديال المغنية وبركان إلى آخره وجدة، أنه يتوجه إلى الجزائر من خلال تلمسان. طبعا هنا وقع انشقاق داخل القيادة الجزائرية، حيث انقسم الصف الجزائري إلى مجموعتين، مجموعة تلمسان ومجموعة تيزي وزو. مجموعة تلمسان الآن كنتكلموا عليها على رأسها أحمد بن بلة ومحمد خيضر والهواري بومدين، والمجموعة الأخرى ديال وكذلك رابح بيطات. المجموعة الأخرى ديال تيزي وزو على رأسها كريم القاسم وحسين أيد حمد والعقيد محمد الحاج. فالحسن الثاني رحمه الله سلم هذه المجموعة القيادية سيارته مرسيدس 300 حديثة الطراز للتقدم أمام قوات الجيش الجزائري جيش الحدود في اتجاه تلمسان في غشت في غشت 1962 بعد إعلان استقلال الجزائر بحوالي شهرين، لأن إعلان الاستقلال كان في 5 يوليو 1962. إذا نقول سبتمبر بدأوا في الدخول الجزائر العاصمة، سبتمبر 62 وقعت تجاوزات وقتلى إلى آخره، بمعنى نوع من انقلاب من هذه المجموعة ديال جيش الحدود على الحكومة الجزائرية المؤقتة. المغرب بقى دائما على الحياد، ولكن كان يناصر الحكومة الشرعية التي أفرزتها التحركات العسكرية الأخيرة، وكان أحمد بن بلة هو رئيس الحكومة الجزائرية آنذاك. الأمور استمرت هكذا، ولكن داخل الجزائر كان هناك صراع قوي ما بين الولايات، حرب الولايات على النفوذ وعلى واحد العدد ديال الأمور، وسقط قتلى، سقط ضحايا كثيرون ما بين الإخوة الأشقاء، وأخيرا يعني هدأت الأمور، ولكن الأمور انتقلت إلى مرحلة الحرب النفسية. بدأنا كنسمعوا في المغرب كلام كثير على أن المغرب يطمع في الجزائر، أنه المغرب له نوايا توسعية، المغرب ما كانش صادق في دعم الثورة الجزائرية، له أهداف إلى آخره. هذا الشيء بعد دخول جيش الحدود والقيادة ديال المجموعة ديال تلمسان إلى الجزائر العاصمة. يعني زادت عام 62 جات 63 الحسن الثاني
رغبة منه في إطفاء هذا الضجيج وتخفيف هذا اللغط، في نفس الوقت بداية العام 63 جاته دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة أخرى أبلغها له وزير خارجية الجزائر المرحوم الخميستي، طلب له باش يجي يقوم بزيارة للجزائر كأول رئيس غير جزائري يقوم بزيارة للبلد. ففضل حسن الثاني أن يقوم بهذه الزيارة، فضلها على الزيارة ديال الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يذهب خاوي رفاض، ذهب للإعراب عن وافر المحبة والتقدير للثورة الجزائرية وقوي الإرادة في بناء الصرح المغاربي الموحد المشترك. لذلك ادى معه كهدايا من جملتها 23 مرسيدس، 23 مرسيدس جديدة جات من معاملها من ألمانيا، 23 مرسيدس منها إلى بناء الجزائر العاصمة ليلة الزيارة ديال الحسن الثاني. 23 زيارة بمعدل السيارة لكل وزير، إن كانوا 23 وزير في الحكومة ديال بن بلة. ودا معاه مجموعة من دبابات لايم اكس المصفحات الخفيفة، لدرجة أنه دا معاه 5 المدافع أمريكية حديثة خداها بمناسبة عيد ميلاده اللي كان وقتها كيصادف 9 يوليو 1929 سنة ميلاده في كل سنة. فالجنرال الثاني هو الوحيد اللي تعترض، قال له نعم سيدي هذه الأسلحة ما يعرفوش ليها حديثة، هما غير جيش ديال المشاة كانوا كيديروا حرب العصابات إلى آخره، هذه حنايا الأسلحة نوقفوا عليها نحتاجوها حنايا كجيش مغربي. قالوا لا نعطيك الكلمة ديالي صافي جمعهم اديهم نعطوهم لهم، وعطوهم لهم. هادشي في مارس 13 مارس 1963. وتصور داز 7 شهور بدوك المسامر هجموا علينا حنايا في حاسة بيضاء وتنجوب وتندرارة وفيقيق، ما خلاو ما داروا دوك المسامر اللي عطاوهم المغرب. ودوك الطائرات باش كانوا كيلوحوا فوق فيقيق راه تركبوا في بن سليمان هنايا، هما هدية من الاتحاد السوفيتي. وذكر لي هذا صديقي القبطان صالح حشاد، قال لك انه وصلت الطائرات في صناديقها وركبت في بن سليمان وحولناها الى مكناس حيث بدأ الطيران الجزائريون يتدربون عليها بإشراف ضابط جزائري هناك سميتو أيت مسعودان، مؤسس الطيران الحديث في الجزائر، ولكن بمساعدة مغربي آخر اسمه الكولوني با معروف. با معروف ذكره كثيرا صديقي لا يزال حيا يرزق وحيي من هذا الموقع اللي هو صالح حشاد، يعني هو الكولوني با معروف. هذه الأسلحة هذه استخدمت بشكل غادر وخسيس في الوقت اللي المغرب يمد يد الرغبة في التعاون الصادق. كان هنالك يد أخرى تتحرك في الظلام. رانا اش غيوقع من بعد وسط هذه الحرب النفسية القوية الذي حدث أن هناك دولة حقيقية في الجزائر وهي المالق، هي المخابرات العسكرية الجزائرية، ماشي بن بلة وحكومته ديك 23 وزير، هذيك مساكن غير فيترينا. وذاك المالق ذاك الحنش فين تكون؟ في المغرب. هنا خلق على ايد المناضل المجاهد الجزائري عبد الحفيظ بوصوف من الطلبه اللي كانوا كيقراو في وجده بحال بوتفليقه، واللي كيقراو في طنجه بحال ولد القابليه دحود القابليه اللي اصبح وزير الداخليه لاحق، هو او اللي كانوا مع احمد دليمي في سيدي قاسم بحال قاده اخرين. على كل حال وبطبيعه الحال هاد المالق اللي هي مالق يعني الاختصار بالفرنسيه ديال لو مينيستير بلاغمومون اي دي لويزون جينيرال. المالق هي وزاره كان على راسها عبد الحفيظ بوصوف تابعه
الحكومة الجزائرية مؤقتة المالك. وطبعا فيما بعد هذاك الغول تحول ولا سميتو دي ار اس، لا ديريكسيون دو رونسينيومون اي سيكوريتي. الان هاد النهار هذا سميتها الاس ام سيكوريتي ميليتير، ولكن نفس الغول. ولقى عنده واحد التجهيزات ورثها في بن عكنون في الجزائر العاصمه ديال فرانسيس، كانت تما شعبه ديال التجسس ومحاربه التجسس وقمع الجزائريين، الان طوروها. فهذا المارك على كل حال اللي اسس المجاهد عبد الحفيظ بوصوف، كان قوامها قدامى الطلبه في المغرب وبعض المناضلين الى اخره. وهنا صنعت آلاف قطع الأسلحة بصورة سرية، وكذلك تم تسويق تجهيزات ضخمة من القاعدة الأمريكية ديال القنيطرة والقاعدة الأمريكية ديال النواصر في اتجاه الحدود الجزائرية، ثم إضافة لما قدمه محمد الخامس من دعم عسكري ومالي كبير. أتوقف هنا لمتابعة الحديث في هذا الموضوع. إذن الحلقة القادمة سنخصصها بحول الله لإظهار أن ماذا حدث، يعني أسباب النزول، ماذا حدث في حسبيضة، شنو هي الطرف اللي في الوقت اللي الملك علي كان تما ودا هدايا مهمة عسكرية وإلى آخره. ماذا سيقع في وجدة، مؤتمر ديال وزراء الخارجية المغربي والجزائري في 5 أكتوبر 1963 و8 أكتوبر الهجوم على حسبيضة 3 أيام.